يا صباح الفل. يوم جميل طبعا على كل الزملكاوية. الزمالك امبارح بدأ مشواره الأفريقي بإنه يعني اكتسح دي كداها. آه الطبيعي فرقة قليلة قوي. كنا نقدر نفوز عليها أكتر من كده بكتير، وفعلا ضيعنا فرص أكتر من كده بكتير. لكن الماتش أكيد ليه مكاسب من استعادة الثقة، استعادة الانتصارات، حاجات كتير. إن أنت كمان ممكن تكون بتجرب لعيبة في ماتشات زي دي، ممكن تلاقي حد نجمه سطع معاك، نور أكتر معاك، زي سيف الجزيري مثلا. سيف الجزيري امبارح لما نزل عمل تحول في أداء الزمالك الهجومي حقيقي. راجل لعيب دولي، عنده خبرات، حاجات من ده كتير. واعتقد ان هيبقى له دور اساسي في الفترة اللي جاية مع فريق نادي الزمالك. فعلشان كده بنقول المكسب مش النتيجة بس، المكسب في حاجات كتير قوي. انك تبدأ تلم تاني جماهيرك حواليك، ان انت تستعيد نغمة الانتصارات، ان انت حاجات كتير، حاجات كتير جدا في ماتش امبارح. ان انت برضو بتجرب لعيبة، تشوف لعيبة. عندك الماتش الجاي كمان انت فايز 6، فلما تيجي خلاص ماتش مضمون بنسبة كبيرة. ممكن آه، تعالج حاجات كتير، زي مثلا ان انت تلعب حارس تاني غير صبحي، تدي لحد الفرصة، تقلل الاحتقان شوية على دكة البدلاء. في لعيبة حابب تبص عليها أكتر زي بارون أوشنج اللي نزل وما كانش وحش يعني. تدي ثقة أكتر للعيب زي أحمد فتوح، وتديله حساسية الماتشات أكتر. فأنا شايف إن الماتشين مفيدين جدا بالنسبة لنادي الزمالك. آه، الفايدة الكبرى في ماتشات زي دي إن أنت تبدأ تدخل اللعيبة البعاد شوية لأجواء المباريات والقصة دي. يعني نحاول نستفيد منها بشكل فني أقصى استفادة ممكنة. تقول لي ما احنا ممكن نلعب ماتشات ودية. لا، ماتشات ودية مختلفة مليون في المية عن الماتشات الرسمية. الماتش الرسمي ده متشاف في التلفزيون، في جماهير في المدرجات، حاجات كتير جدا هتبقى تحت التقييم بشكل كبير جدا. فالموضوع بيختلف من ماتش ودي لماتش آه، رسمي في بطولة رسمية، الكلام ده كله. فألف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك ولعيبة نادي الزمالك. نركن بس الزمالك شوية وهنرجع له تاني. النهاردة إن شاء الله شباب أسود الأطلسي على موعد مع كتاب التاريخ جديد إن شاء الله. نتمنى بإذن الله إن منتخب المغرب للشباب النهاردة يعني يكسب ويشرفنا كعرب جميعا. فقلوبنا ودعواتنا كلها مع منتخب المغرب للشباب، اللي يمكن عملنا حلقة عنه واتكلمنا عن أهم اللعيبة فيه وعن المدير الفني محمد وهبي، اللي كلنا ثقة فيهم جميعا إن شاء الله. بإذن الله النهاردة الماتش الساعة 2 بالليل، المغرب والأرجنتين. فبإذن الله دعواتنا ودعوات كل المصريين بإذن الله المنتخب المغرب بإنه يفرحنا النهاردة إن شاء الله. أرجع بقى للزمالك. طبعا لا يخفى على أحد موضوع الأزمة المالية اللي في نادي الزمالك، والزمالك يا عدى بأزمات مالية وعداها وخلصها والدنيا بتمشي يعني. لكن يطلع واحد حقير وضيع شحات، ولا له تاريخ ولا له أي 60 لازمة، يقول لك أصل أنا أسلف نادي الزمالك 100 جنيه. ال100 جنيه دي يا إينو أنت عارف تعمل بيها إيه؟ أنت كنت جاي نادي الزمالك بشبشب، كانش حد يعرفك. نادي الزمالك هو اللي عملك. أنت عارف أبوك لما بطل كورة كان بيشتغل إيه؟
فبلاش تخش في نادي الزمالك ومش نادي الزمالك وتعمل نفسك حلو وخفيف وتستظرف. تمام؟ علشان ما اجيبلكش تاريخ عيلتك كله اللي انت عارفه احسن من اي حد. فبلاش تجيب سيرة نادي الزمالك على لسانك. تمام؟ الكل عارف انت مين وعارف اصلك وفصلك، واللي يخليك تقول كده هو اصلك وفصلك. اصلك الواطي هو اللي يخليك تطلع تقول على مكان كان السبب في شهرتك والسبب في كل اللي انت فيه الكلام الصغير ده. انا والله ما بحبش اطلع ارد على الناس الصغيرين الوضيعة اللي زي كده، الحقيرة اللي زي كده، بس يعني لازم حد يطلع يوقفهم عند حدهم، ولازم حد يعرفهم حجمهم الحقيقي. فانت حد وضيع وحقير وقد كده، بس كان لازم ارد عليك. ان شاء الله زي ما قلنا النهارده منتخب المغرب هيلعب، وان شاء الله يكسب، وان شاء الله نطلع نبارك له كلنا، وان شاء الله نادي الزمالك وجماهيره من احسن لاحسن باذن الله. صباح الفل.